أنا أشتري 500 بس. بزي ولا أنت عادك تحتاج أنا أنتي كم اشتري وبز الفاين بز الخمسة بز. لا ما عاد بزي كلنا الله يعلم بحالتنا، كلنا الله يعلم بحالتنا. اشتي اسافر عند اهلي والله ما بشتي ابصر امي لي مني سنه سنه ونفسك تشوف أمك. نفسي اشوف امي اشهد الله بين يدي الله. لو يحول الله حق الطريق ما اجلس. نتحدى إذا كنت يا رب يا رب يا رب لك الحمد يا رب. انا احمدك واشكرك. تحلم الا الحقيقيه يعني ما دريت كيف اليوم وصدق لا تضحك علي. أمانة تضحك أمانة والله يا صادق حرام عليك لن تضحك علي وترجع. حرام عليك لن تضحك علي وترجع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ الحمد لله. أشوف تبيع فاهم. من كم؟ 500. من 500 ريال. 500 ريال. نفس اللي اشترى منك. ايوه. شوف صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أنا مستحي أكلمك لأنك أنت متعود إن الناس كلهم بيجوا يشتروا منك فاين. أنا بالنسبة لي ماشيش فاين. أنا أشتري 500 ريال قيمة فاين لأن معي أبي تعب اشتري له علاج بسرعة هي صح من كم؟ 500 بس. 500 ريال. أنا داري إنه يمكن وضعك صعب بس تشتري 500 ريال لأن أبي في علاج. ممكن. لك ألف. مالك؟ ليش تبكي يا أخي صلي على النبي؟ أنا أبي تعب أنا. اشتري 500 بس 500. هذه 1000 ريال كلنا تعبي. هذه 1000 ريال كلنا تعبي. أنا أشتري 500 بس. بزي ولا أنت عادك تحتاج أنا أنتي كم اشتري وبز الفاين بز الخمسة بز. لا ما عاد بزي كلنا الله يعلم بحالتنا، كلنا الله يعلم بحالتنا. مالك صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. يعني المفروض أنا اللي متأثر لأنه أبي تعب. وانا تعب وانت تعب والله ربي يفرج علينا بالدنيا والاخره ارحم الراحمين. آمين يا رب آمين. طيب ما دام اديت لي أنت 1000 كامل مش 500. قليل لو انت تشتاق زيد لزيد. يعني معك أنت فلوس كثيرة؟ لا ما بش بس ادي لك من ما معي. لا ما بش بس ادي لك من ما معي. مالك بين حسك مكبود يا أخي صلي على النبي. مالك يا اخي أنت فرشت علي الآن اديت لي أروح أفرح أبي يعني لا يغرك الشكل والكذا. أنا محتاج ال 500 وأنت اديت لي 1000. انا اديت لك لان انا داري بظروف الناس داري بظروفي. انا لان انا عانيت من ظروف وما خليني الجا الجوله الا ظروف يعني. وين ولي انه الناس ما بيغيروا علي الا العالم بيرحمون وربي بالسماء هو داري. ما نشتي نطلب الله. اديت لك انا 1000 ريال هذا وانا عاد نشتي ازيد لك. الله يعطيك العافية الله يحفظك. وما اشتي ازيد لك مش يعني انه كلنا تراحم بيناتنا البين. شكرا أنا أفدالك. شكرا الله. خلاص شكرا خلاص إن شاء الله بإذن الله ربي يفرجها. أنا برجع أجي لعندك وأحاسبك ال1000. هذا أعتبر السلف. خلاص الله يفتح عليك يا أخي. شكرا. طبعا والله العظيم من أكثر الحلقات اللي أثرت فيني ورب الكعبة مش عارف إيش أقول. خلونا ندخل مباشرة في المقابلة معه ونحاول نسأله أسئلة إن شاء الله ويفوز بجوائز نخرجه شوية من القهر والغلب اللي داخل قلبه ونعرف إيش اللي داخل قلبه. تعال.
أول حاجة هذا الفاين اللي أعطيتني وأكرمتني، وهذه ال1000 ريال ربنا إن شاء الله يكتب لك بدلها مليون. يا أخي إيش آمين يا الكرم، رب. إيش الكرامة، إيش الجود اللي عندك. أعطيتني وأنت محتاج، يعني ليش؟ اصلا يوم يجي لك انسان يعني هكذا، واحنا عانينا بظروف هكذا، فهمت؟ يعني من غير يعني يدي واحد من غير رضاه، يعني يرحم، لانه عندما الانسان يعاني من ظروف قاسية ويعاني من مرض، تجي لعندي وتقول لي يا فلان ادالي، انه لو هو شخص قلبه من حجر يعني ما اعتقدش انه بيرجعك. انه لو هو شخص قلبه من حجر ما اعتقدش انه بيرجعك. لأنه اللي يحس بك هو الشخص لما يجي يقول ايوه، يقول لك شخص، يقول لك انا يا اخي انا ابي مريض والله بحاجه قيمه علاج، والله لو ما معي الله حق الغداء بلديه. طيب أنا بسألك، هل يا رب أنا آسف قلبت لك مواجع والله، سامح. أنا آسف. طيب أنت كم لك بطلب والله بالفاين؟ انا لي 3 سنين وانا عانيت انا من مرض، جلست الانفجارات بإذني 2 سنين. ما تعورت في الجامعة. ايوه، وعانيت من مرض، حالة نفسية. بس ما استسلمتش، خرجت. ايوه خرجت اطلب الله، الحمد لله، وربي بيعينني بتطلب الله على أسرتك. بيعينني. والمرض الوالدة مريضة من حال. سافرت انا باهلي بالعيد البلاد، ما قدرت اسافر، انا ظروفي قاسية. يعني أنت شي تسافر عند أهلك؟ اشتي اسافر عند اهلي والله. ما بشتي ابصر امي لي مني سنة. ونفسك تشوف أمك. نفسي اشوف امي، اشهد الله بين يدي الله. لو يحول الله حق الطريق ما اجلس. فلوس اللي دفعت تبيع الفاين هل تكفي ايجارك، تكفي اكلكم، تكفي؟ الحمد لله، ايوه الحمد لله ماشي الحال، لكن انه الظروف قاسيه والاكل من المطاعم يعني لا حول الله. احيانا كل سندويش مع البطاط غداء. والعيال ارسل لهم. كنا انا سافرت بهم بالعيد، كنت مستاجر ب35، بس اصبحت انا وصاحب البيت مصياحه على الايجار، رجعت سافرت بهم يعني. مش قادر يعني. ايوه ما عجزت. كنت بعض احيان العالم الله نحن ندفي بطربال من البرد طربال. طيب الوالده الله يحفظها ويعطيها العافيه، هي فين؟ في البلاد؟ ايوه بالبلاد. امي تعب عند الفقرات. فين في البلاد؟ بالسحول. في اب. ايوه بالسحول. طيب لو رحت للوالده لازم انك تشيل حاجه تفرحها، صح؟ هو ضروري. ما سافرت. ايش تتمنى امك؟ ها؟ ايش تتمنى؟ امي تشتي بطاريه، امي بنفس بطاريه احنا بالغدر بس. امي تشتي بطاريه، امي بنفس بطاريه احنا بالغدر بس. هذه الامي اللي طلبت امي. وتتمنى انك تحقق امنيه امك؟ عاد انا حولت لها امس. حولت لها كنت بطاريه؟ حولت لها ب10,000 كان اللي قدرت عليها. حولت لها ب10,000. كم جلست تجمعها؟ حولت لها ب10,000، جلست اسبوع ونص مصروف الجهال. المصروف الله يعطيها العافيه، انا مصدق لك بدون اي شيء والله، الله يعطيها العافيه ان شاء الله. يهمك انك تعالج ابنك وتشتري لامك بطاريه. ايوه اهم شيء والله، ما يهم اي حاجه، لانه واحد ما يستسلمش للحياه هذه، يطلب الله يكافح. يطلب الله يكافح. طيب صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. ايش اسمك؟ ذكرني اسمك. صادق امين حزام. شوف يا صادق، انا من اول انا اسف قلبت لك مواجع وانا اسف على كل دمعه نزلت، والله دموعك غاليه، تمام؟ لذلك اشتي اقول لك حاجه، صلي على النبي، امسك السند هذا، دخل السند جيبك. الان انا وانت في تحدي، تمام؟ حاضر. انا بتحداك تحدي. حاضر. لو فزت علي يا صادق بتربح الان جائزه. حاضر. بس لو خسرت باشيل عليك الاثنين الفاينات هذولا، باشيل الاثنين الفاينات هؤلاء مجانا. بزهن كلهن. لو خسرت بزهن كلهن. خلاص انا جاهز، بسم الله. التحدي يا صادق، تمام؟ التحدي. وهذا الفايز. لحظة، داخل التحدي صادق بعنف، يعني جاب لي الفاين وهذا الفاين. يلا شوف الفاين هذا انا بشيله لو خسرت انت. خلاص خلي هذول. بس اذا فزت، لحظة، اذا فزت انت بتربح جائزة وفاينك بيكون حقك، تمام؟ ان شاء الله. صادق.
التحدي طبعا بتصلي يا صادق الحمد لله. والله أنا مقطع فرض، والله والله الله لا روحني بين عيالي، الله يجعل لي سيارة. لا ان شاء الله مقطع فرض. الحمد لله. الحمد لله مقصرين، بس الحمد لله ما نقطع. بس أسأل ربي يسترنا بالدنيا والآخرة يا رب يا الله يا صادق. ويدفع كل بلا من كل إنسان. امين. صلي على النبي يا صادق. ويرزقنا ربي الحلال. امين. الحلال هو اهم شيء في الحياه صح. صادق اقرا لي سوره الاخلاص. قل هو الله احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. شوف سهله يعني سهله صح. بسيطة. طيب صادق صلي على النبي. هات يا سليم. ما درست إلا 3 ابتدائي. هذه 50,000. مسك هذه 50 أنت فزت خلاص. قريت قل هو الله أحد فايز. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا رب يا رب يا الله. خلاص أنت فزت. يا رب فرج كربتي، الله من فرج كربتي ربي يفرج علي بالدنيا والآخرة. يا الله أنت فزت يا صادق بكل جدال. ولا أنا أحول بقدامك لأمي تتعالج. والله أنا أمي مريض الفقرات يا رب. أنا آسف يا صادق أنا آسف. أنا أحاول يعني باللي يقدر عليه إنه بإذن الله تفوز. لو سلمت أنا يدي بس لا أقدر أخيط جزمات، والحمد لله هذه يدي. شوف وأنا أفتجع من العمليات. أيوه الله يشفيك. والله ما أحس بيش الحين، ما أحس بيش، ما أحس بالله حاجة بسيطة. وهذه رجلي أحس لا مشيت خيرات خلاص أجلس ما بالله العكاز يعينني. بعض أحيان أمشي بالجولة والدرب لي عند الشجر. بعض أحيان أمشي بالجولة والدرب لي عند الشجر. والله يشتري واحد فاين مني ب500 أقول يا رب الحمد لله 500. طيب يا صادق صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه. أنت تحب النبي. اللهم صل وسلم عليه والطيب الطاهر. ما شاء الله عليه أفضل الصلاة والسلام. طيب يا صادق اسمع، الآن أنت فزت في التحدي الأول صح؟ أيوه. فاينك هذا لحد الآن حقق وفزت بالجائزة. التحدي الثاني ركز معي، هل بتواصل ولا لا؟ أشل الفاين كله إذا خسرت، ولو فزت تفوز بجائزة ثانية. تواصل لا تنسحب؟ لا واصل. تواصل. بس لو خسرت أنا بشيل الفاين كله. بزي وبز الزهر والله. إن شاء الله لو مكتوب لي من الله، لا كتب لي حاجة من الله مكتوبة لي، لو من يفعل ما فعل، ما كتب ليش حق الناس. قل لي يا صادق قل لي 3 مرات صفحة 7 صعبة. يا الله صفحة 7 صعبة. لا تربيش. يلا ها مرة ثانية. صفحة 7 أيوة صعبة. أيوة باقي 2. صفحة صعبة. لا صفحة 7. صفحة 7 صفحة 7 صعبة. صفحة 7 صعبة. شوف تجيبها آخر مرة ولا بسحب عليك الفاين كله الآن وبتخسر. صفحة 7 صعبة. يا سلام إذا الإجابة صحيحة اعطيني على طول. شوف يا صادق وهذه 50,000 ثانية فزت أنت. خلاص سلام. والله إنك فزت يا صادق هذه حقك. خلي لك خلي. لا والله هذه جائزتك أنت فزت يعني نتحديتك أنت. يا رب يا رب يا رب لك الحمد يا رب. أنا أحمدك وأشكرك، أنا أحمدك وأشكرك يا رب. يا رب الحمد لله. أول مرة تدخل أيدي زلط، أول مرة تدخل يدي 500,000 يا رب. من يوم أعرف نفسي ما دخلت بيدي. أنا تحديتك وأنت فزت يا صادق ومليون مبروك والله ثم والله ثم والله. يا ربي أنا ما داري كيف اليوم تحلم إلا الحقيقية يعني ما دريت كيف اليوم. وصدق لا تضحك علي، أمانة تضحك أمانة. والله يا صادق حرام عليك لن تضحك علي وترجع، حرام عليك لن تضحك علي وترجع. والله إنها حقك وأقسم بالله لو كان معي إن أنا ما أقصر معك بملايين الدنيا. أول مرة والله أول مرة أبصر الزلط هذه. يا رب لك الحمد. 1000 مليون مبروك يا صادق أنت فزت وهذه جائزتك. وأتمنى من الله سبحانه وتعالى يحقق لك أحلامك يا رب يا رب لك الحمد. الحمد لله يا جماعة. ورب الكعبة ورب الكعبة إن كل ابتسامة من صادق عبارة عن سعادة غير طبيعية.
الأمانة يعني صادق أنا متأكد أن كل الجمهور كمان مستمتعين ومفتهنين أنهم شافوا ابتسامتك بعد الدموع اللي وجعت قلوبهم. ربنا يفرحك إن شاء الله دنيا وآخرة يا شيخ. الله يرزقك إن شاء الله ملايين، وبإذن الله أنا متأكد أن في ناس بيعطوك هدايا أنت بتعجز منها وهي كلها اشتري بطارية اسرح احول بالآن، اشتري بطارية قدامك الآن احول به من هذا الصرف لأمي تتعالج وانا اجلس اطلب الله. للبطارية وللعلاج. لأمي البطارية، امي تشتي بطارية اهم ما يكون اتصل لدى الحين ابشرك. خلاص انا بتصل انا وانت بعد الحلقة. اتصل لما بلد الحين. بعد عين مرة تفرح. ايش رايك بعد الحلقة نتصل؟ اتصل لدى الحين تفرح. خلاص صادق الشيء اتصل الآن بأمه. يا أمه قيمة البطارية جاهز الحمد لله. قيمة البطارية جاهز أنا أحول بالآن. يا أمه قيمة البطارية جاهز الحمد لله. قيمة البطارية جاهز أنا أحول بالآن. ما فرحت كأننا ملكت الشارع هذا كامل. ما فرحت كأننا ملكت الشارع هذا كامل. الشارع هذا كامل والله العظيم انه يحب كل خطوه انت تمشي أول فيها مرة تطلب الله تدخل الله وتاكل حلال زلال معرق يمينك. لذلك يا صادق امسك لي الميكروفون هكذا يا صادق، امسك الميكروفون. صلي على النبي. اللهم صل وسلم عليه والطيب الطاهر. اختار اليمين ولا اليسار؟ في واحده فاضيه وفي واحده فيها فلوس. اذا اخترت الفاضيه يا صادق بشيل الفاين بلاش كالعاده يعني، بس لو اخترت الثانيه يمكن تحصل جائزه. اختار اليمين ولا اليسار؟ أنا متوكل على أرحم الراحمين. اها اليمين ولا اليسار؟ يا رب وفقني يا رب. اليمين. طبعا والله العظيم انه اختياره وهذه برضه جائزه 1000 مليون مبروك. انا بدعي ربي اصلا ربي داري بي ارحم الراحمين. انا احمدك واشكرك يا رب. الله انت عارف يا صادق ما نديها يا ارحم الراحمين، انت تجعل العافيه في جسمه. إذن أعزائي المشاهدين مع أحلى صادق اليوم وأحلى نفس عزيزة وصلنا إلى نهاية وختام حلقة اليوم. رسالة لكل فاعلين الخير، لكل الناس اللي أعطاهم الله من فضله، ربنا يزيدكم إن شاء الله ويغنيكم من فضله، لكن لا تنسوش المحتاجين، لا تنسوش كل شخص عزيز نفس، لا حتى بالكلمة ريال، حتى بابتسامة تمشى من جنبه السلام عليكم يا فلان، ما بش الله يعينك الدعوة. شوف هذه أحلى رسالة من لسان صادق، وبهذه الرسالة من صادق نختم حلقة اليوم. اشتراك، لايك، وانشروا الحلقة في كل مكان. وقبل ما أقول مع السلامة شكرا يا زياد نفدالك على التصوير الرهيب، أيضا شكرا للمنسق أكرم، وشكرا لسليم، وفي أمان الله.